السودان ما حدث بالفعل. يعني السيناريو اللي حدث في مباراة السودان سبقوا تحذيرات كثيرة جدا، وشفنا ردود أفعال حتى على اليوتيوب هنا هو إن الشباب الجزائري هيروح ينتقم وهيسأر لإخوانه وكده. فالحكومة المصرية قد سبق في علمها هذا وكانت متوقعة ومنتظرة، بل كانت تريده. يعني أنا أظن عن نفسي إن هي كانت تريده. وانت هتقول لي ازاي كانت تريد يعني ان الجماهير المصريه تتضرب؟ اقول لك لان الحسابات السياسيه بتختلف عن الحسابات العاطفيه اللي بيني وبينك. يعني انا كمصري ما احبش حاجه زي كده، انت ما تحبش حاجه زي كده، اخوانك جيرانك اهلك ازاي ترضى لهم حاجه زي كده؟ هذا بالتفكير انا كرجل مواطن بفكر تفكير عادي منطقي سليم يعني. لكن الحسابات السياسيه تختلف. الدول احيانا قد تضحي يعني بالاف من البشر والملايين كمان من اجل ما يسمونه المصلحه العامه. يعني يقول لك يعني في حاجه اسمها المصلحه العامه في المصطلح السياسي، اللي هي ما تقدرش تفسرها ابدا اي تفسير. المصلحه العامه دي هي مصلحه النظام نفسه يعني. فكل شيء يبرر بانه هو مصلحه عامه. فهو ممكن يعني هؤلاء يبررون لانفسهم، اذا كان برروا لانفسهم ان هم يجوعوا شعب و30% منه من 80 مليون عايشين تحت خط الفقر، فلن يبرر لنفسه ان هو بضعة آلاف يتضربوا في مباراة كرة قدم. مش مشكلة اطلاقا يعني. ده حاجة كده بس مزمزة يعني. لكن هو المصلحة العامة تستدعي ان هو والله يلفت الانظار دلوقتي ويشحن همم الناس. وفي نفس الوقت لما يحدث ما حدث في السودان يقوم علاء وجمال مبارك بفعل مثلا موقف مشرف، ويرجع علاء مبارك يقول كلام جميل جدا يعجب الناس بقى متحمسة في ساعة غضب، وهو يؤجج من هذا الحماس أكثر وأكثر، فيلعب على الأوتار العاطفية للشعب. هم عارفين سيكولوجية هذا الشعب تماما ودارسينه وفاهمينه يعني. وفي نفس الوقت هذا يرفع من شعبية جمال مبارك. يعني جمال مبارك رجل بياخد إجراءات، ما بيرضاش أبدا أي مصري، بيدافع عن المصريين، وكان موجود في المطار لغاية آخر مصري راح وآخر مصري رجع. وعلاء مبارك والله برضه شعبيته زادت جدا. فبعد ما تزيد شعبية علاء مبارك والناس تعجب بعلاء مبارك جدا وينتقد حسني مبارك، لكن يقول لك لا بس علاء كويس، يعني هو مش زي ابوه، ده احسن من ابوه بكتير، ده يا ريت هو اللي يكمل بعد ابوه. فطبعا ياتي هذا العلاء مبارك في يعني يوم انتخابات ويقول انا مع جمال. يا اخوانا العقل والمنطق بيقول ان مفيش حد لينا غير جمال. فيعني هذه والله لعبة. أنا أرجو أن الناس اللي بتسمع هذا الكلام تتأمل فيه، تفكر فيه بينها وبين أنفسها، إذا كان هذا يعني منطقي أم ما أكون أنا ضربا من الخيال. يعني أنا أتوقع أن هذا منطقي، هذا يحدث، هذا ممكن يحدث حتى بين التجار اللي بيتعاملوا مع بعض في البيع والشراء. الناس اللي بيشتغلوا في الأسواق وفي البيع وفي الشراء وفي التجارة فاهمين الموضوع ده كويس. في واحد بيبقى كويس وفي واحد بيبقى وحش، فانت بتزعل من الوحش تروح تشتكي للكويس، فيجي كويس ده في الاخر يقول لك لا بس الوحش ده مش وحش، لو انت بتحبني وتثق فيا لازم تثق فيه هو كمان، انا هقول لك بقى الراجل ده كويس ازاي. فنفس الموضوع يعني هو هناء وشيرين ولا علاء وجمال في الاخر ما هم حاجه واحده. ولكن الناس تقول لك لا بس علاء ده ما شاء الله يا اخي، ده انا سمعته، ده انا دمعة نزلت من عيني لما سمعته يعني. ده ولا جمال عبد الناصر، ده مش زي ابوه خالص، مختلف. ده لو مسك مصر هو ده بقى اللي هيعمل في اليهود وهيسوي وبتاع. ده ما قبلش الجزائريين يضربونا هيقبل اليهود يعملوا فينا حاجه؟ لا يمكن. لكن في الاخر هيجي علاء برضه، هشوف يوم من الايام وهذا اليوم قريب وهياتي هذا الرجل يقول لك لا والله ده جمال هو الاختيار المناسب وسياسه جمال هي الصحيحه ولابد. وممكن هو يدعو بعد كده تطبيع مع اسرائيل برضه ما فيش مشكله اطلاقا يعني. لكن هذه بتاتي على مراحل. يعني هذا الموضوع ما يجيش صادم كده زي ما انا بقول لك دلوقتي. هذه يعني ترتيب الاحداث بقوله الان بشيء من الصدمه. فهذه الصدمه انت لا تتقبلها، لا تستصيغها اطلاقا. تقول ازاي اللي انت بتقوله ده؟ انا لا مش قادر استصيغ هذا الكلام ومش داخل دماغي. لكن هو اللي انا بقوله ده هيتم على مرحليه، يعني ياتي مرحله ومرحله ومرحله في تدرج يعني، حتى لا يشعر الناس ابدا بهذه الاشياء. فيصبحوا في اخر المطاف يجدوا أن علاء مبارك في البداية غير علاء مبارك في النهاية، وكذلك جمال مبارك. المهم فهو يعني يجري استثمار هذه الأحداث، جرى استثمار أحداث السودان سياسيا لصالح ازدياد شعبية جمال مبارك وعلاء مبارك. وهذا هو الهدف الأساسي من شحن الناس. يعني هو برضو يعني المرحلة اللي اتكلمت عليها تجدها هنا حصل في الأحداث برضو، إن هو أول مرحلة بيسخنوا الناس جدا، يأججوا مشاعر الناس في كرة القدم، وأصبحت قومية قضية كرامة، وأصبح مباراة كرة القدم دي قضية كرامة شخصية. لو اتهزمنا كأننا اتهنت في كرامتي. وبعدين
يضرب الجزائريين اللي لما يجوا وإهانة للجزائريين. طبعا احنا عارفين الشعب الجزائري شعب سريع الغضب، وطبعا هيتفاعل مع الموضوع بسرعة، وبعدين يجد ان احنا كمان بنكذب عليه اعلاميا، طالعين بنستهزأ بيه ونكذب عليه وبنقل ادبنا عليه زي ما حدث في وسائل الاعلام. وبعد كده هيحصل ايه؟ هو يقرر ان هو ينتقم يعني. فوقع في الفخ حقيقة الاخوة الجزائريين، وراحوا للسودان فعلا انتقموا، يعني اخذوا بالصقر من المصريين. طبعا المصريين اللي اخذوا منهم بالصقر دول لا ذنب لهم ولا ناقة لهم ولا جمل في هذا الموضوع اطلاقا. ناس رايحين يشجعوا كرة قدم، ده هم ناس ضحايا مضحوك عليهم اساسا من الانظمة الحاكمة، مثلهم مثل الاخوة يعني الجزائريين. لكن حصل الصقر وتم الصقر، وتمت الخطة بنجاح منقطع النظير، ونجحت الحكومة المصرية في تحقيق ما أرادت منذ البداية. وحصل ايه بعد ما اخذوا بالصقر وبتاع وضربوا المصريين وجروهم في الشوارع مغرقين في دمهم؟ طلعت الحكومة المصرية قالت لا احنا ما نقبلش، احنا نسحب السفير، احنا هناخد اجراءات، احنا هنتصرف. حتى المصريين صدموا في البداية، ما كانوش متوقعين كده. احنا متوقعين احنا كنا نطبطب على الاخوة في الجزائر وكده زي ما بنعمل كل مرة. يعني اسرائيل كانت بتضرب الجندي على الحدود تموته، ولا 2 ولا 3 حتى ولا 10، وبعدين تطلع تقول والله احنا اسفين لا مؤاخذة ما خدناش بالنا، بس احنا كنا فاكرينه ناس بتحاول تعمل تسلل لاسرائيل فضربناه يعني. فحتى ما بيعتذروش كمان يعني. ايام اولمرت الوليه اللي اسمها ليفني دي، هذه الحرباء الخبيثة يعني، لما كانت بتيجي تزور مصر كان لسه في جندي مصري مقتول. لو تتذكروا يا اخوة من حوالي 2 سنين بعد ما عملوا مؤتمر حضروا محمود عباس وحسني مبارك في شرم الشيخ، وتذكر جورج بوش يمكن كمان، أنا على ما أظن كان جورج بوش موجود الله أعلم. لكن أنا كنت فاكر أن أولمرت كان موجود، وكان محمود عباس موجود، وكان حسني مبارك موجود. كان متهيألي الملك عبد الله من الأردن كان موجود، ما كانش جورج بوش، كان عبد الله الملك عبد الله من الأردن. المهم فحدث أن هم لما التقوا في شرم الشيخ واجتمعوا بعديها بأيام قليلة جدا، وكانوا لسه يعني كان لسه أولمرت موجود في القاهرة، وكان ليفني كمان موجودة في مصر. فأطلقوا النار على جندي موجود على الحدود، جندي مصري، وقتلوه. هو قالوا احنا ظننا ناس بتعمل محاولات تسلل، حتى لم يقدموا اعتذار رسمي ولا شيء. يعني حتى هذا التصريح اللي عملوه في المؤتمر الصحفي لا يعد اعتذار رسمي عن طريق وزارة الخارجية، ولا يعني ليس عمل دبلوماسي ان هو يطلع يقول والله احنا اسفين وخلاص. لا، المفروض انه يقدم اعتذار رسمي وشيء يعني يدلل به، ويشوف ملابسات الحادث ده حصلت ازاي، ويدعو للتحقيق في الحادث على اقل شيء يعني، ويعاقب المتسبب والمهمل في الحادث من جانبه، ده اقل شيء. يعني بروتوكول حتى بيقول كده يعني. لكن لم يفعلوا اي شيء، وظل الامر هكذا، وهم موجودين عندنا ضيوف ومشيوا، واحنا حتى لم نقم باي شيء. لكن الان دلوقتي مصر تقول لك احنا عايز رد اعتباري، وعايزين اعتذار رسمي من الجزائر، ولن نرضى باي وسيط. خد بالك بقى، لما عمرو موسى طلبوا منه اول امبارح، طلب من القذافي ان هو يتدخل الوساطه، فجت مصر لا لا لا، لن نرضى باي وسيط، احنا مش عايزين وسيط، احنا نفسنا الوسطاء اللي بنصلح ما بين العرب هنرضى ان حد يخش؟ مين اللي هيخش يصلح ده؟ احنا اتهنا ولازم اعتذار رسمي. فاذا من اين هذه الانفه؟ وجت منين مرة واحدة عزة النفس دي اللي ما كانتش موجودة أول امبارح لما بيضربوا العساكر بتوعنا؟ وكانوا موجودين عندنا في البلد، ما طردتوش ليبني ولا ما ركبتوش الطيارة وقلت له روح ليه. فيعني هذا تمثيلية مسلسل. من يرى تسلسل الأحداث يعني زي البازل كده، لعبة بتاعت البازل تجمع بيها صور حتى تتضح أمامك الصورة كاملة. لو انت جمعت اطراف الاحداث دي كلها وحطيتها جنبك، هتجد ان في غير منطقية في التصرف المصري. ما فيش غير منطقية، بتكلم عن التصرف الرسمي السياسي يعني، غير منطقية اطلاقا. لا منطقية في التعامل مع القضية الجزائرية، كما لا منطقية من قبل في التعامل مع اليهود مع إسرائيل وتسلسل الأحداث، كما لا منطقية من قبل مع التعامل مع حماس وغلق المعابر في يناير 2009. لا منطقية اطلاقا. فانت جبت من هذا المرة واحدة عزة النفس، وانا لن اقبل الا اذا كان عندك اساسا نية مبيتة من البداية ان انت يعني تجري الاحداث بالطريقة التي جرت بها.